السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد فيديو جديد. اليوم نقدم لكم واحد البسطيله اللي كتجي اكثر من رائعه. هاد البسطيله اللي كتجي شويه مختلفه على البسطيلات اللي كنت قدمت لكم قبل في القناه. هاد البسطيله كتجي بالعقده ديال اللوز، واحد المذاق كيجي مختلف. حاولت نبدع فيها وندير فيها اضافات اللي يكونوا كيجيو زوينين. كيف كتشوفوا شاركت معكم بسطيله بالبخانيني، شاركت معكم بسطيله بالكراميل، وهاد البسطيله كذلك كتجي اكثر من رائعه، كتجي بنينه مذاق رائع. وحتى الكميه تاع بسطيله كبيره هماويه، بسطيله ديال 45 كيف كتشوفوا. خا التصوير الصراحه ما عطاهاش حقها. هذه الصراحه كنت خدمتها كوموند، خدمتها شحال هذه غير ما كتبش باش نحط لكم الفيديو. وحتى التزيين حاولت ندير شي حاجه مختلفه وشي حاجه اللي تعجبكم. هنا قبل ما تكملوا الفيديو غادي نقول لكم اللي كنتو جداد على القناه ابوناو، وما تنساونيش من لي كومونتير، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم. هنا ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا 2 دجاجات من وزن 2 كيلو. كنغسلوهم قبل الليله قبل وكنخليهم يتسقطروا. هنا كنجيبوا واحد الكوكوط اللي كتكون كبيره، غادي ندير فيها معلقه ونص، معلقه كبيره ونص ديال سكينجبير اللي يكون هكا مطحون على اليد. غادي نديرو كذلك الخرقوم، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، لانني نزيد دامه تاع الزعفران، داكشي علاش درت غير معلقه صغيره تاع الخرقوم، لان حتى داك الزعفران كيطلق اللون. صافي. هنا غادي نضيف نص معلقه ديال البزار كيف كتشوفوا. هاد البزار انا درتها نص معلقه لانه شويه حار، ممكن لما كانش عندكم حار ديروا معلقه كامله. هنا غادي ندير الملحه واحد نص معلقه، لان كيف قلت لكم دوك الضويمات شويه مالحين حتى هما هادوك ديال الزعفران. وغادي نضيف كذلك السمن داكشي باش ما غاديش نكتر الملح. هنا غادي ندير نص معلقه صغيره ديال القرفه كيف كتشوفوا. صافي. هنا غادي نضيف الثومه بودر، شويه الثومه بودر في البسطيله كيف ذكرتكم قبل. كندير انا الثومه بودر في البسطيله، كتعطي واحد المذاق رائع لداك الدجاج. جربوها وردوا عليا. هنا غادي نضيف دوك 2 ضويمات ديال الزعفران كيف كتعرفوا، ولا كان عندكم الزعفران حتى هو ديروه كذلك، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. انا الصراحه ما متوفرش عندي وكندير غير الضويمات. صافي. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن. هاد السمن الصراحه حار، داكشي باش كنديرها معلقه صغيره. كان عندكم ما حارش ديروا معلقه كبيره. صافي. وغادي نجيب الدجاج ديالي قبل عفوا غادي نجيب الماء باش غادي نخلط هاد التوابل. ما ديروش الزيت في هاد الاثناء، من الاحسن خلطوا التوابل غير بالماء باش هذاك العطريه او داك الاقامه كتدخل في الدجاج ديالنا مزيان. صافي. وغادي نبدا نجيب في الدجاج ديالي ندوز بالطرف بالطرف بهذا الشكل، وانا كنحط فيه على جنب وكنحاول ندخل ليه ديك العطريه. من بعد انا راه تقبته، هنا نسيت ما تقبتوش، من بعد تقبت الصدر والفخوضه باش تدخل لهم العطريه. هو من الاحسن ديروا هذه العمليه ليله قبل صراحه باش يطلق البنه اكثر، ولكن انا هنا كنت مزروبه به داكشي باش ما درتوش ليله قبل، ولكن كذلك حتى المذاق كيجي رائع. صافي. كندوزهم كاملين بهذا الشكل كيف كتشوفوا حتى كنكملهم كاملين بهذا الشكل. صافي. كيف كتشوفوا كنحاول نرقد مزيان الدجاج ديالي وندخل ليه ديك العطريه مزيان، ومن بعد غادي نثقبوا، ومن بعد غادي نضيف نصف الكميه ديال البصله، وغادي نضيف الزيت. الصراحه هذا المقطع تمسح ليا ديال فاش ضفت الزيت، مهم كنضيفوا واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، نص كاس على العنبه تاع الزيت الروميه. ما كنديروش زيت الزيتون، انا ما كنديرش زيت الزيتون في البسطيله. هنا غادي نضيف عويدات ديال القرفه. وهنا عندي 2 كيلو ديال البصله اللي غادي نضيف كي قلت لكم نص الكميه، وغادي نسد عليهم في الكوكوط ونصف الكميه حتى غادي نضيفها من بعد. وغادي نخلي الدجاج ديالي يطيب. من بعد ما غادي يطيب، مهم الطريقه راك تعرفوها كاملين. تقريبا ضفت واحد الكاس ديال الماء، ضفتو على الدجاج ديالي. المهم الطريقه مضبوطه، راه تلقاو فيديو قبل حاطه الطريقه ديال الطياب ديال الدجاج. صافي. من بعد كنحيدو الدجاج ديالنا وهذا وكنفرتوه الطريقه الكل كيعرفها. صافي. وهنا رانا كضفت البصله اللي بقات ليا وبدات كطيح بحال هكا حتى تعلكات ولات كتبان ليا رقيقه. ومن بعد غادي نضيف شويه تاع القزبر ومعدنوس بداك الشكل قطعته، وغادي نضيفوا ليه
عفوا لهاد البصله بهذا الشكل. هنا غادي نضيف جوج الزا ديال الزهر كيف كتشوفوا، ساشيات ديال الزا ديال الزهر اللي كيعطي واحد المذاق رائع لهاد البصل. صافي هاد البصله نبقى نشحر فيها كيف كتشوفوا، راه 2 كيلو تاع البصله راه ولات معلكه قلالت زعما. هنا عندي هذاك اللوز البخانيني اللي ديجا مشاركه معكم في القناه، غير هذا خليته بقشور وما حيدتش ليه القشور. كيف طيبته درته في الفران، صهدته تقرمل وطحنته مع شويه ديال العسل والسنيده صافي، وضفته للخليط ديالي. ما نقولش لكم واحد المذاق، حتى السيده مولا الطلبيه قالت لي صراحه ما عمرني ذقت شي بسطيله بحال هذه، بسطيله جات رائعه وكثر من رائعه صافي. وبالنسبه للحلاوه انا ضفت هنا كيف كتشوفوا السكر كيبقى على حسب الذوق، نتوما شحال بغيتوا تضيفوا. ممكن تكتفيو غير بالحلاوه ديال اللوز والحلاوه ديال هذيك الزا الزهر. هنا صافي كملت عندي البصله واحد شويه، غادي ناخذ واحد الكميه، ديك الكميه غادي نضيفها للدجاج ديالي، غنضيفها لداك الدجاج اللي فرتته، غادي نضيف ليه ديك البصله وغنخلطها معاه باش ما يجيش ناشف وما يجيناش ناشف بزاف. شو البصله خاصها تبقى هكا كتعلك وتعسل لينا، عاد باش كنبداو نضيفوه في البيض بهذا الشكل. كيف قلت لكم بالنسبه للسكر، الناس اللي ما كيبغيوش بسطيله تجيهم حلوه راه تكتفيو غير بالحلاوه ديال هذاك اللوز، مع درنا معاه السكر والعسل، تكتفيو غير بديك الحلاوه ديالو بلا ما تزيدوا ديك الطوبه ديال السكر، زعما ديك كتبقى اختياري ليكم صافي. انا هنا غادي نبقى نضيف في البيض بهذا الشكل. هنا درت واحد 10 البيضات صافي، كنبقى نضيف بهذا الشكل حتى كنمزج العناصر مزيان مع بعضياتها وتعلك ليا مزيان بهذا الشكل كيف كتشوفوا صافي. خاصه حتى تنشف، قطره الماء ما تبقاش في هاد البصله صافي، نحطها على جنب. هنا كيف كتشوفوا الخليط ديال البصله والبيض، الخليط تاع الدجاج اللي ضفنا ليه داك الخليط، وهنا العقده ديال اللوز هذه هي اللي عليها الفيلم، هي اللي كتجي واحد المذاق رائع. كيف كتشوفوا العقده تاع اللوز كنصوبوها عادي، كنديروا انا هنا درت الكميه ديال اللوز نص كيلو كيلو اللوز عفوا، قسمته على جوج، نص كيلو صوبته عقده، طحنته مع السكر السنيده كيف كتعرفوا. نص كيلو كنديروا فيه 100 غرام ديال السكر السنيده، وبالنسبه للاخر كذلك طحنت معاه السنيده القد اللي الحلاوه اللي بغيتو صافي. هنا كيف كتشوفوا هذاك العقده ضفت لها واحد المعلقه كبيره تاع الكراميل تقريبا، وضفت لها معلقه كبيره تاع الزبده، وكذلك الاخر ضفت ليه معلقه كبيره تاع الزبده، وضفت معلقه صغيره ديال القرفه صافي. هاد العقده غادي نخدمها هكا مزيان ونبقى نضيف داك المزهر حتى كتولي عندي عقده لينه وتكون رطيبه ومقاده، وهي هذيك. مهم العقده رانا ديجا مشاركه معكم الطريقه ديال العقده كيفاش كنخدمها، ممكن ترجعوا الفيديو تاع البريوات، فيديو ديال عقده اللوز في حلويات اللوز. مهم عقده العاديه هي هذه اللي درت، كنبقى نضيف هنايا في المزهر وانا كنعجن فيها. لا بدات كتطلق لكم الزيت غير ضيفوا المزهر وخدموها، ما تخافوش منها، راه ملي تطلق لكم الزيت غير ضيفوا المزهر. علاش كتبدا تطلق لكم الزيت؟ كتخليو اللوز كتنشفوه بزاف، اللوز ما خاصكمش تنشفوه بزاف باش ما يطلقش لكم الزيت صافي. هنا انا ضفت النكهه ديال البرتقال، ممكن تضيفوا نكهه الحامض، ممكن ديروا حتى قشره البرتقال حتى هما راه كيجيو زوينين. يمكن هاد نكهه البرتقال انا كتعجبني مع اللوز، كتعطي واحد المذاق اكثر من رائع صافي. هنا ها العقده ديالتي واجده. وبالنسبه هاد اللوز المرمل اللي كيكون مقلي كيف راكم كتشوفوا، راه شحال من نوبه شاركت معكم هاد اللوز ديال البسطيله. كنضيفوا الزبده القرفه ديجا كنكونوا طحنا معاه السنيده صافي، وكنخليوه مرمل، وانا كنبقى نزيد ليه كذلك المزهر وانا كنخلط هكا بهذا الشكل، كنرملو مزيان وتا هو غادي نحطو على جنب. مهم هنا عندي الكميه ديالهم هما بجوج كيلو ديال اللوز، هذا درت نص كيلو هكا، ونص كيلو درت عقده. مهم نتمنى انني نكون وضحت لكم مزيان. هنا كنجيبوا هاد الصينيات ديال البسطيله، على فكره هاد الصينيات راه قدامين، هذه ديال جداتي، ما كرهتكمش من هنا ترحموا عليها وتجدوا عليها الرحمات صافي. هنا كنفرش داك الورق ديال الطبخ باش
باش نهز انا هذيك الورق الطبخ بالبسطيله ونحطو صراحه في ديك، المهم حتى تشوفوني فين غادي نحطو داكشي علاش درت الورق الطبخ باش تجيني سهله. اما كنت غادا نديرو في الطبسيل غادي نهبط هذاك البسطيله غير هكا كاينه ديريكت للطبسيل، لانني انا ما نديرهاش في الطبسيل لان تاع الكليان، غادي نديرها في لومبالاج. هنا كيف كتشوفوا حطيت ورقه حدا وحده، درت هنا تقريبا كيف كتشوفوا درت 6 تاع الورقات وغادي نزيد 7 الوسط. المهم انا راه حسبتهم دابا داكشي باش غادي ندير وحده الوسط. هنا درت رشيت واحد شويه تاع الزبده باش كتعطي الهشاشه للورقه ديالنا. هنا داك الليدام اللي هبط ليا من البيض، لان داك البيض درته في واحد الشبيكه وهبط ليا منه هاد الليدام صافي، وكنضيف ليه واحد شويه الزبده حتى هو لان هبط ليا غير شويه لانني انا نشفت داك البيض مزيان صافي، وضفت ليه شويه الزبده وهو باش طليت هاد الورقه ديال البسطيله. هنا درت الدجاج، انا هنا الصراحه درت واحد الخطا، هو كان عليا ندير الدجاج ومن بعد غادا ندير عقده اللوز. انا نسيت عقده اللوز، خليتها حتى الاخر، ولكن ماشي مشكل كذلك كتجي زوينه. ولكن من الاحسن ديروا الدجاج وديروا العقده ديال اللوز هي الطبقه الثانيه من الاحسن باش كتجي ما يجيش هذاك اللوز مع اللوز الاخر وزعما ما غاديش يبان، ما تبانش العقده، ولكن لا درناها مع الدجاج هنا غادا تبان احسن. مهم الزربه هي اللي كدير هذا الشيء. انا كنت هنا زربانه كنمونطي فيها في الليل صافي. هنا درت الزبده اللي صوبتها نوازيط كيف كتشوفوا صافي. درت الطبقه الثانيه هي ديال البيض، هي نورمالمون كيف قلت لكم خاص تكون العقده، دابا هنا تكون العقده هي الثانيه، وعاد باش ندير الطبقه الثالثه هي هذه ديال البصله والبيض، وعاد باش ندير هذيك اللوز زعما اللي مطحون عادي ديال البسطيله صافي. هنا كيف كتشوفوا كنحاول الجناب نوقفهم، خاص الجناب نوقفهم. الصينيه كتبان لكم يمكن صغيره ولكن راه كبيره، راه القطر ديالها 45 ديال بسطيله ديال العراس. هذه بسطيله كبيره كيف كتعرفوا 45 طبسيل 45 صافي. كيف كتشوفوا الدجاج درت البصله اللي مع البيض، وهنا كنجيبوا ديك العقده كيف كتشوفوا راه كتجي اكثر من رائعه. هنا ما تفوتوش الكميه ديال العقده، تقولوا حقا نديروها كثيره راه ما كتجيش زوينه، الا كثرتوها يولي داكشي توليو تبنوا غير اللوز. غير هكا كميه نص كيلو والنص الاخر غادي نديروه من الفوق كذلك كتجي متوازنه في المذاق ديالها باش ما نضرقوش المذاقات الاخرين ديال الدجاج وديال البصله كذلك حتى هو راه فيه اللوز. مهم هنا صافي كنحاول انا هذاك العقده تاع اللوز نفرتتها. هي كاينه طريقه اخرى عاوتاني احسن، انكم تشدوا ديك العقده ديروها ما بين جوج اوراق ديال الطبخ وتطلقوها على شكل دائري، وعاد باش تشدوها تحطوها فوق منها ديريكت وغادا تجي مقاده. الصراحه انا هنا كنت زربانه كيف قلت لكم صافي درتها غير بهذا الشكل صافي. هنا من بعد غادا ندير داك اللوز اللي كيجي هكاك محمر، اللوز ديال البسطيله اللي كنديرو عادي. من بعد ما درت هنا العقده صافي غادي نضيفو بهذا الشكل. عاوتاني ما تقولوش نديروا العقده منها الفوق الورقه لانها غادا تكرم وما غاداش تجي زوينه وغادا تجي قاصحه وغادا تكرمل. من الاحسن العقده خاصها تكون الوسط، خاصها تكون هي طبقه من الداخل، ما تكونش طبقه الواجهه لا من التحت ولا من الفوق. مهم خاصها تكون الوسط العقده ديال اللوز. بالنسبه لهاد البسطيله، هاد البسطيله اللي كتجيه ماويه الالا صافي، وكتبقاي تضيفي الزبده غير ما تكثروش عاوتاني الزبده باش ما تجيكمش لاعبه في الزبده، لان المكونات اكثريه فيهم الزبده. زعما اللوز العقده اللوز وهذه العقده اللي درت دابا من الفوق زعما راه فيهم الزبده، ولا كثرنا كميه الزبده غادا تجينا تجي ملغلغه بالزبده. مهم هنا غادي نرش واحد شويه ديال داك ليدام هو والزبده كيف كتشوفوا على الجناب ديال الورقه. انا هنا درت الورقه ديال البخار، هي احسن نوعيه ديال الورقه كيف كنقول لكم دائما. هنا غادي نزيد وحده، واخا تكثروا الورقه واحد الحاجه، واخا تكثروا الورقه ديال البخار ما تخافوش منها لان ملي كتدخل الفران كتولي مقرمشه. هنا طربت واحد البيضه وحاولت نلصق بهذا الشكل باش ما تطلعش ليا الورقه صافي. غادي نحاول نلصق هكا مزيان وغادي نبدا نضيف ونبدا نلمط بهذا الشكل في البسطيله ديالي. كندير وحده حدا وحده. المهم هنا راه درت 4 تاع الورقات كيف كتشوفوا،
وهنا غادي نبدا نلمط وغادي نبدا نلصق بالبيض بهذا الشكل. كنحاول نلصق دوك الورقات الاخرين بهذا الشكل كيف كتشوفوا. مهم الطريقه راها سهله وخاصكم تعتمدوها لانها كتجي زوينه بهذه الطريقه. واخا انا هنا راه دركت الكاميرا ما لاحظتش حتى من بعد عاد باش عرفت راسي انني كنت مدركه الكاميرا. هنا كتلمطوا كتبداو تلمطوا خاصكم تزعموا عليها ماشي تلمطوها بشويه. الا بديتو كتلمطوا بشويه طرطق ليكم. خاصكم هذيك الخشيه فاش تهزوا ديك البسطيله تخشيو خشيه مزيانه ماشي تبداي بشويه وخايفه عليها حيت الا خفتي عليها تما فين غادا تخسر. من الاحسن خاصك تزربي عليها قبل ما تزرب عليك. صافي هنا كنبدا ندهن بداك ليدام حتى هو راه كيساعد وكنلمط وكنقرص في نفس الوقت باش نقادها ويجيو دوك الجوانب ديالها او دوك الجناب ديالها ويجيو فيهم الحواف. فهمتوني؟ المهم نتمنى انني نكون وضحت لكم مزيان. صافي بهذا الشكل. ولا بانت لكم شي جهه طالعه راه كتلصقوها بالبيض وفي حاله لا طرطقت لكم شي جهه كتلصقوها بالبيض. صافي كتلصقوها بالبيضه ما كتبقاش باينه. هنا غادي ندير معكم ديك الطريقه ديال التكماش لان تحت الطلب ديال السيده غادي ندير ديك الطريقه ديال التكماش اللي ديجا شاركتها معكم في البسطيله ديال الكراميل. راه غادي تلقاو الطريقه مضبوطه وبشويه فيديو مصورها بشويه. هنا حاولت نزرب الفيديو كيف كنقول لكم دائما باش ما يجيكمش طويل وما تملوش من الفيديو. صافي هنا كنبقاو نديرو ديك البلينتات بداك الشكل وحنا غاديين حتى كنكملوا البسطيله ديالتنا كامله. كيف قلت لكم راه بسطيله كتبان دابا في الفيديو صغيره ولكن هي راه كبيره. هاد البسطيله كبيره على هذيك ديال الكراميل. هذيك ديال الكراميل مازال شويه صغيره على هذه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه وانا كندير دوك البلينتات وكنلصق بالبيض باش ما تطلعش ليا ديك الورقه. هي الصراحه كان زعما لا ما كنتوش لا كنتو زعما تقدروا تزربوا فيها. انا الصراحه ما كنقدرش نزرب في هاد ديال البلينتات كتجينا تغلبني كنديرها بشويه بشويه. الا كنتو تقدروا تزربوا فيها دهنوا هذيك البلاصه كامله بالبيض وبداو تحطوا وتزربوا عليها. صافي بهذا الشكل تكملتها كامله. وهذوك لي ديشي تاع الجناب قطعتهم. حنا كندوز كنسخن الزيت. هذه طريقه تزيين. كناخذ ورقه ديال الارز. هنا الصراحه كنت غادا نتحرك واحد الحركه خايبه حفظني الله. وصافي صافي كناخذ داك الورق تاع الارز كنديرو في المقله هنا لان مقله صغيره وهذاك ورق تاع الارز كبير شويه عذبني. صافي وكنشدو بالفرشيط وكندورو من الوسط غير كيهبط لينا في الزيت سخون كنبقاو ندورو وهو كيطيب حتى كيطيب وكيتشم عليا. هنا تقولي كتقيسي بيدك السخون. انا الصراحه يدي ولفوا على الحراره ما عرفتش علاش. نقدر نقيس الزيت وهو سخون بيدي وما تيدي مني لا حق لا باطل ما عرفتش علاش. المهم هنا من بعد شديت هذيك الورقه ديال الارز من بعد هنا صافي راه طابت عندي البسطيله كيف كتشوفوا. انا علاش تشقات ليا هكاك جيت نحطها في هذا الكارطون. الصراحه ما لقيتش لومبالاج اللي مالفه كنديرو لان كناخذو من كازا وما لقيتوش. صافي ومشيت خديت هاد الكارطونه واخا عذبتني الصراحه عذبتني فريمون عذبتني. والسيده ما جابتش ليا الطبسيل. صافي فريمون ما حسيتش براسي خدمتها مزيانه في الهزه. في الهزه شويه كرفصتني وهي باش تشقات من ديك البلاصه وتشقات من الفوق. صافي هذيك الورق ديال الارز درت ليه هذاك الفويتي عفوا درت ليه هذاك التزيين بهذاك البودر هذاك الملمع الذهبي. خلطته مع شويه الزيت وزينته به فهذوك الشريطات الخطيطات. فهذوك الخطوط زينتهم بهذاك كيف قلت لكم هذاك الملمع. صافي وهنا جبت هذوك المحنشات دياولي اللي ديجا مصورهم معكم فيديو زينت بهم بهذاك الشكل الجوانب. كيف كتشوفوا بالسطيله ديالي دهنتها قبل بشويه ديال العسل. هنا راها باقا سخونه دهنتها بالعسل وهنا كنحاول انني نزرب داكشي باش تشقات ليا من واحد الجهه لان خاصني نزرب باش نهبطها للسيده لان السيده في هذه اللحظه كانت كتسنى نهبطها لها سخونه. هنا خديت رقائق اللوز كيف كتشوفوا كنحمروهم واحد شويه. صافي وكندوزوهم في الجناب ديال البسطيله ديالنا. المهم حاولت ندير لها تزيين يكون هماوي لانه ديال عراضه. حاولت ندير لها تزيين يكون هماوي وفي نفس الوقت تجي زوينه وحتى المذاق ما نقولش لكم عليها يا سلام لان انا ديجا دايره هاد الطريقه وكتجي رائعه. هنا خديت الفرامبواز كيف كتشوفوا
ولكن انا هنا ما عجبنيش بهذا الشكل، بان ليا ماشي هو هذاك. وغادي نشدو ناخذ فرامبوازه وحده وغادي نفرتتها ولا حتى جوج، نفرتتها بهذا الشكل وغادي نرشها من الفوق باش كتعطي واحد. المهم انا دائما كيف كتشوفوا في فيديوهاتي كنحاول المنظر او الشكل ديال ديك الحاجه يكونوا فيها الوان مختلفه باش كتحاولي هذوك الالوان يبانوا زوينين ويخليوك تشهي ديك الحاجه تاكلها. المهم حاولت نفسر لكم اكثر. هنا هاد البسيطلات ما شاركتهمش معكم لانني ديجا مشاركه معكم بسطيلات تاع الحوت صغار بنفس الطريقه، غير التزيين درت لهم هكاك صافي. هنا درت ديك الوريده الوسط على ديك الوريده اللي درت ديال ورق الارز صافي. وهذا هو الشكل النهائي كيف كتشوف. هنا قبل ما نختم معكم الفيديو، بزاف الناس كيقول لي بقيت تذكري معنا الاثمنه. بالنسبه لهاد البسطيله ديال 45 كبيره همويه، هذه كتمشي ب 600 درهم. كيف كتعرفوا الدجاج طالع وكل شيء طلع، كتمشي ب 600 درهم صراحه كتجي زوينه. وبالنسبه لهادو البسيطلات تاع الحوت هادو كيمشيو ب 25 درهم. وهنا نقول لكم ما سخيتش بكم، مع السلامه الى فيديو اخر. وما تنساونيش من لي لايك وما تنساونيش من لي كومونتير. حاولوا تحفزوني اكثر باش نبقى نحط لكم اكثر. صراحه كيكونوا عندي طلبيات ولكن ما كنصورهمش معكم لان ما كنلقاش مشاهدات كثار، ما كنلقاش بارطاج، داكشي باش كنعجز انني نبقى نصور لان التصوير كياخذ مني وقت كبير. هنا ما كرهتكمش تبارطاجيو الفيديو لاكبر عدد، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم وحاولوا تحفزوني اكثر. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر.